السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. مكملين مع بعض في الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. مكملين النهارده في حلقتنا بنتكلم على السواك. اتكلمنا في حلقه قبل كده، الحلقه اللي فاتت، عن السواك هل بيزيل التسوس ولا لا، واتكلمنا عنه. هنتكلم النهارده من الناحيه التانيه، هل السواك يا دكتور بيزيل اصفرار الاسنان؟ اقول لك استخدام السواك بشكل طبيعي بيساهم في ان هو يبيض السنان بشكل طبيعي، مش التبييض الصناعي اللي هو بتاع الحاجات اللي دلوقتي البليتشنج والحاجات الصبغات دي اللي بتبص بتلاقي السنان بيضه بياض ناصع فوق الطبيعي، اصلا ما بيبقاش الطبيعي كده، لا بيخليها ايه، بتكون يعني بيضه البياض الطبيعي بتاعها. طب وده ليه؟ لان السواك بيحتوي على مواد طبيعيه بتساهم في ازاله البقع السطحيه المتكونه على السنان، فده بيديله القدره على انه بيحسن لون السنان. بس برضه عايز اقول لك بالنسبه لجانب الاصفرار، واحنا ممكن نكون عرجنا على الكلام ده وقلناه قبل كده في حلقه سابقه، ان اصفرار السنان ده مش مشكله كبيره في الغالب. يعني ايه؟ عايز اقول لك مش كل اسنان صفرا بمعنى في صبغات وعايزه تتشال، سواء بسواك او تروح عند دكتور يعملها لك ب اجهزه البليتشنج والتبييض اللي عنده. اقول لك لا، ساعات بيكون مع مرور السن بيبدا طبقه المينا اللي من قدام اللي هي حوالين السن، الطبقه البيضاء اللي اسمها الانامل دي بتتاكل، فبتبقى موجوده تحتها طبقه الدنتين دي اللي بتبقى الصفراء. الطبقه الصفراء دي بتكون ايه؟ هي بطبيعتها لونها اصفر الدنتين، فانت ايه مهما غسلت ومهما اهتميت بالنظافه وبيض بتلاقي برضو في اصفرار، لان بتبقى الطبقه دي هي الموجوده، والطبقه الثانيه يعتبر تكاد تكون اتحللت او اتاكلت عند معظم الاسنان، خاصه حتى لو في الاسنان الاماميه اللي بتبان لما بتضحك. فانت برضو ده بيعتمد على حسب انت ايه عندك، اذا كان الانامل متاكل منه كتير او لا. مهما تستخدم فيه السواك برضو ممكن تلاقي درجه الاصفرار مش بتروح، وتقول لك انا رغم ان انا مش بشرب شاي ولا قهوه ولا مش عارف ايه. فعايز اقول لك الموضوع ملوش علاقه بالناحيه دي بس، ليه علاقه بعوامل تاني. فعشان كده ايه، ما تحكمش بكل الحكم على السواك ان هو ايه لازم يشيل الاصفرار ده 100%. زي في ناس ساعات كانت تيجي العياده انضف لها تقول لي حاسه لسه برضو في اصفرار او كلام زي كده. فبقول لك في بعد طبقه معينه مهما بتنضف بتلاقي انك انت ايه في طبقة صفار لسه موجودة. ده لو كان عندك ايه الانامل كان بدأ انه يتاكل. في ناس طبعا بتبقى ايه، يعني عايز اقول مغرمة او مثلا بتفكر بطريقة معينة ان هي عايزة تخلي اسنانها بيضة خلاص، بتخليها حتى لما تيجي تضحك بتلاقيها كده ايه، بيضة بياض مش طبيعي. لو عايزين نكمل في السواك في حلقات تانية اكتبوا لي في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.